بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بيكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن صفقات النادي الأهلي القادمة والصفقات الرسمية للفريق. كمان هقول لك خطة النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكار. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي رأيك في التعليقات. طيب خلونا نبدأ بتدعيم خط الهجوم. وإدارة النادي الأهلي قدمت عرض رسمي لفريق فيوتشر من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد بناء على طلب من مارسيل كولر. عمر عنده 29 سنة، مركزه جناح أو ظهير أيمن أو مهاجم، هو لاعب دولي. عمر كمال لا يمانع بالانتقال إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي، وحاليا إدارة النادي الأهلي بتتفاوض بشكل مكثف مع نادي فيوتشر لضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعارة 2 لعيبة منهم محمد محمود. طبعا عمر لاعب دولي خبرة، بيمتلك إمكانيات ممتازة، مفيد جدا داخل الملعب، يقدر يأدي في أكتر من مركز، لاعب جوكر، وكولر معجب بقدراته الفنية. عمر اقترب جدا من التوقيع للنادي الأهلي رغم انه انضم قبل كده لنادي الزمالك، ولكن هو بيفكر بشكل احترافي. طيب دلوقتي هنتقل الى اللاعب مصطفى عبد الرؤوف زيكو. زيكو عنده 25 سنة، مركزه جناح أو بلاي ميكر، بيلعب لفريق حرس الحدود. لجنة الكورة في النادي الأهلي بتدرس ضم الحاوي الجديد زيكو في شهر يناير، واللاعب لديه الرغبة النهائية الكاملة بالانتقال إلى القلعة الحمراء، لأن زيكو أصلا منتمي جدا للنادي الأهلي من صغره، لاعب أهلاوي. أرقامه مع حرس الحدود هذا الموسم حتى الآن خلال 12 مباراة سجل 4 أهداف. زيكو لاعب حريف، عنده كورة حلوة جدا، بيمتلك مهارات فردية ممتازة، عنده الحلول داخل الملعب، وبيقدر يأدي في أكتر من مركز هجوميا، بيلعب جناح يمين أو جناح شمال أو بلاي ميكر رقم 10، ممكن كمان يلعب رقم 8 وبيأدي في مركز مهاجم رقم 9. هو مفيد جدا جدا في المنظومة الهجومية، وزي ما قلت لك كده الأهلي بيدرس التعاقد مع زيكو. زيكو أثبت نفسه الفترة السابقة في الدوري وانضم كمان إلى منتخبنا الوطني. طيب أما عن اللاعب الدولي فينسنت أبو بكار. فينسنت عنده 30 سنة، مركزه مهاجم، كان بيلعب لفريق النصر السعودي، حاليا هو حر فري، جنسيته كاميروني. أبو بكار عنده سي في قوي جدا، أبرز الفرق اللي لعب ليها بورتو البرتغالي، بشكتاش التركي، والنصر السعودي. هو لاعب دولي من القوام الأساسي لمنتخب الكاميرون. وكيل أبو بكار عرضوا على إدارة النادي الأهلي من أجل الانتقال للفريق في انتقالات يناير بعد رحيله عن النصر السعودي. طبعا إدارة القلعة الحمراء بترحب جدا بالتعاقد مع فينسنت أبو بكار، ولكن المشكلة في الراتب السنوي. اللاعب كان بيتقاضى 1.5 مليون دولار في الموسم مع النصر السعودي، والأهلي مستعد يدفع له 1 مليون دولار مع وجود بونص عند تسجيل عدد معين من الأهداف. لو أبو بكار وافق على الراتب السنوي ده هنشوفه في القلعة الحمراء. طبعا فينسنت مهاجم مرعب حرفيا، قوي جدا، فينيشر، هيدر، بيسجل بطرق مختلفة، بالرأس، بالقدمين، بيشوط، يعني مهاجم متكامل فنيا وبدنيا، عنده مواصفات أوروبية عالمية. فينسنت بيمتلك خبرات كبيرة، لعب قبل كده في الملاعب الأفريقية، يقدر يأدي مع النادي الأهلي، يقدر يحل المشكلة الهجومية بالنسبة للقلعة الحمراء. طبعا بيستغل أنصاف الفرص وبيتحرك بشكل ممتاز، ومحطة قوية جدا هجومية. فينسنت أبو بكار مهاجم شامل على المستوى الفني، طويل قوي، بيسجل، واللمسة الأخيرة بالنسبة له ممتازة. وزي ما قلت لك كده إمكانية التعاقد مع هذا اللاعب فينسنت أبو بكار. هو حاليا حر فري، ولكن طبعا هيتم تحديد راتب سنوي بالنسبة للاعب الدولي الكاميروني فينسنت أبو بكار. الأهلي مستعد يدفع 1 مليون دولار، لأن اللاعب ده مختلف، يعني يعتبر أنت بتضم مهاجم أوروبي عالمي،
بيسجل، يعني شفناه في كاس العالم طبعا سجل امام البرازيل، ويعتبر من افضل اللعيبه مع منتخب الكاميرون. هو هداف كاس الامم الافريقيه الموسم السابق، البطوله السابقه، وعنده امكانيات ممتازه ويقدر يصنع الفارق مع النادي الاهلي، والاهلي بيخطط لضم مهاجم سوبر ليفل 1. طيب، أما عن الصفقات الرسمية بالنسبة للنادي الأهلي، أول لاعب عندنا خالد عبد الفتاح، مركزه ظهير أيمن، عنده 23 سنة، قادم من فريق سموحة لمدة 6 شهور إعارة مع وجود بند بأحقية الشراء. تاني لاعب محمد الضاوي كريستو، قادم من النجم الساحلي، عنده 19 سنة، مركزه جناح أو مهاجم وجنسيته تونسي، صفقة تحت السن. تالت لاعب عندنا مروان عطية، مروان عنده 24 سنة، مركزه لاعب وسط، قادم من فريق الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف. الصفقة الرابعة عندنا مهاجم أجنبي رقم 9 سوبر فوق السن، وفي أكتر من لاعب على رادار النادي الأهلي، هوضح لك الموضوع ده كمان شوية. الصفقة الخامسة مهاجم أجنبي تحت السن بخلاف محمد الضاوي كريستو. سادس صفقة عندنا مدافع محلي بناء على رغبة من كولر. على فكرة كولر طلب رحيل كل من رامي ربيعة وأيمن أشرف، ومحتاج مدافع سوبر يقدر ينفذ طلباته. يعني طبعا احنا عارفين ان الأهلي بيلعب بيلد أب، فبالتالي محتاجين مدافع كوير كورته حلوة. حتى الآن هو مش مقتنع بمحمد مغربي بنسبة كبيرة هيخرج إعارة. في مدافع على رادار النادي الأهلي من الدوري المصري اللي هو أسامة جلال. النادي الأهلي بيحاول مع فريق بيراميدز من أجل ضم أسامة في الميركاتو الشتوي، وعلى فكرة أسامة جلال بيرحب جدا جدا إنه ينتقل للنادي الأهلي، وقبل كده وقع على استمارة رغبة. عمر كمال هو كمان على رادار النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي قدم عرض رسمي لفريق فيوتشر من أجل ضم عمر بشكل جاد. بوبو كان على رادار النادي الأهلي، ولكن الأهلي اتعاقد مع مروان عطية، وبالتالي الفترة الحالية التركيز على عمر كمال عبد الواحد. ليه؟ لأنه عمر كمال مفيد جدا داخل الملعب، ملتزم تكتيكيا، بيدافع، بيهاجم، بيلعب في أكتر من مكان، بيلعب جناح يمين أو جناح شمال أو مهاجم 9 أو مهاجم تاني، يقدر يلعب رقم 8 ويقدر يلعب ظهير أيمن، يعني جوكر مفيد. وكولر مقتنع بإمكانياته، وكولر طلب من إدارة النادي الأهلي التعاقد معاه. عمر كمال لاعب خبرة، لاعب قبل كده مع المصري وفريق فيوتشر، وانضم إلى تدريبات نادي الزمالك ثم انضم إلى نادي فيوتشر، لاعب دولي، لاعب يعني ملتزم جدا وإيجابي، بيقدر يسجل، بيقدر يصنع، وكولر يعني يقدر يوظفه مع النادي الأهلي. بالنسبة لمركز المهاجم الصريح رقم 9 والصفقة اللي فوق السن، المهاجم الأجنبي فوق السن، طبعا انا قلت لك قبل كده ان فيليب كاراسو على رادار النادي الاهلي، والاهلي حصل على موافقة هذا اللاعب. كمان جون إيبوكا خيار تاني، يعني بلان بي. جون إيبوكا يعتبر افضل مهاجم اجنبي في الدوري المصري. وفينسنت ابو بكر على رادار النادي الاهلي، وكيله عرضوا على الادارة. احنا عارفين ان كريستيانو رونالدو انضم الى النصر، ففريق النصر السعودي فسخ التعاقد مع فينسنت ابو بكار، وبالتالي وكيله عرضوا على النادي الاهلي. الاهلي خلي بالك اسم كبير، يعني النادي الاهلي يعتبر من افضل الاندية في العالم. الاهلي بيشارك في كأس العالم للأندية ودوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، الاهلي بيمتلك عدد كبير جدا من البطولات القارية، وبينافس ريال مدريد عالميا يعني في عدد البطولات، وبالتالي النادي الاهلي يعني مسمع. فعشان كده وكيل ابو بكار عرضوا على ادارة النادي الاهلي. زي ما قلت لك المشكلة في الراتب السنوي. النادي الاهلي حدد راتب معين $1,000,000، وفي وجود طبعا بوانص معينة بخصوص تسجيل اهداف وصناعة اهداف، تسجيل عدد معين من الاهداف في الموسم او في الموسمين بناء على البنود اللي بتتحط يعني. وبالتالي لو ابو بكار وافق على شروط النادي الاهلي المادية هينضم فري مجانا، وبعد كده بقى
يعني هياخد الراتب السنوي بشكل طبيعي. طيب بالنسبة للاعب فيليب كاراسو، هو موافق انه ينضم للنادي الاهلي، ولكن المفاوضات جارية مع ادارة سانت تيان الفرنسي. كاراسو هو هداف الدوري الفرنسي درجة تانية، لاعب كوتيفواري الماني، وطبعا عنده امكانيات جيدة جدا جدا، مهاجم سوبر. اي مهاجم هيكون افضل من يعقوبو. اي لاعب من اللي انا قلتهم دول، سواء جون ايبوكا او كاراسو او اللاعب فينسنت ابو بكار، الثلاثه احسن من عزيز يعقوبو. والكلام ده فنيا، يعني يعقوبو سريع جدا ولكن مش بيعرف يلعب براسه بشكل كويس ومهاراته مش جيده. كاراسو كورته حلوه وبيقدر يعني يلعب في المنظومه الهجوميه الجماعيه. ابو بكار ده في حته تانية، يعني ده مهاجم عالمي، ولو انضم للنادي الاهلي الصفقه ممكن تكون صفقه قرن يعني. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقولي في التعليقات رأيك في صفقة اللاعب فينسنت أبو بكار لو تمت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا ليكم، السلام عليكم.